صادق مجلس جهة الشرق في دورة استثنائية على 42 نقطة شملت مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم مجالات متعددة، أبرزها الماء، تزويد عدد من الجماعات والدواوير التابعة لعمالة وأقاليم الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز البنية التحتية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الحدودية وتطوير علاقات التعاون الدولي. اليوم الإشكالية في كاينة الماء الصالح للشرب والتشغيل، خاصنا نعطيو لها الأولوية. راه إلا ما عطيناش الأولوية الماء راه ضروري للحياة، راه لابد خصنا الدواوير والمناطق والمدن اللي مازال اليوم راه الحمد لله هذا العام بعثنا شوية الشتاء، ولكن راه جميع الدراسات كتقول بأن هذا الشيء ديال الجفاف بنيوي ماشي مرحلي، ولهذا خصنا نفكروا في السنوات القليله القادمه باش نوجدوا راسنا ونأهلوا راسنا باش ننظروا على القطاع ديال الماء ونحيدوا ونعطيو له الاولويه. هذه من جهه. كاين التشغيل، الشباب ديالنا عندها واحد الجامعه اللي فيها 90,000 طالب، وكل عام مئات الالاف ديال الطلبه كيتخرجوا في جميع التخصصات، راه خصنا ندعموهم. واليوم الدوله عاجزه باش توفر مناصب الشغل لهذا الافواج ديال الطلبه، وهذا الشيء ديال التشغيل نظن راه مهم جدا. ونحاولوا ما غاديش نقولوا نكسروا يعني المرافق الاخرى ولا التجهيزات الاخرى، ولكن نحاولوا نخلصوا من الطرق، نخلصوا واحد العدد من الامور باش نعطيو الاولويه لهذا جوج ديال القطاعات اللي هما الماء الصالح للشرب والتشغيل. أطوار هذه الدورة الاستثنائية تميزت بالنقاش المستفيض حول عدد من القضايا المطروحة، كما تم التأكيد على ضرورة مواكبة وتيرة الدينامية التي تشهدها جهة الشرق. صريحة حجي نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، الدورة انطوت على 42 نقطة يتجاذبها محورين أساسيين. المحور الأول ويتعلق بالمسالك الطرقية، وكذلك فك العزلة، وكذلك إحداث أو خلق ما يتعلق بصرف المياه، حيث أنه ما يمكنناش حتى نجزنا طرق وسطة آلية الجهة وبعد ذلك يمكن أن تتلافى، ولذلك تم إحداث أو خلق منافذ لمجاري المياه، كذلك ما يتعلق بنقط الماء وتجهيزها. وأنتم تعلمون بأن جهة الشرق تعاني من ندرة المياه، وتحسبا لأي طارئ نقوم بإقامة آبار استكشافية وكذلك تجهيز الآبار المتواجدة في حدود أو عبارة عن أشطر بطر. كما لا يفوت الجهة أنها بتحاول إحداث حزام أخضر بالنسبة للمدن لصد زحف الرمال، وكذلك القيام بما من شأنه الاخضرار داخل المدن، هذا إلى جانب كهرباء بعض الدواوير.